السلام عليكم ورحمة الله. راني مسلم عليكم وعارف حالكم. أنا قد ضاك قبل 20 يوم قلت لكم عن المنطقة تشهد نوع من الظواهر المتطرفة بسبب ارتفاع كبير درجة الحرارة في الشمال، وصعود كميات كبيرة من الهواء الرطب، من الرطوبة، من بخار الماء القادم من المحيط الهندي مع ذيك الرياح التجارية. وعلى أن هذا لا يشكل منطقة ضغط منخفض في الدول المجاورة بالنيجر ومالي وفي الجزائر وعلى أن هذه منطقة الضغط الجوي المنخفض ينتج عنها بعض العواصف المتطرفة. منها هذه العاصفة اللي يتوقع أنها تعود يوم اثنين يوم واحد ويوم اثنين، على أنها يوم واحد توصل قاو، وعلى أنها يوم اثنين والله ذاك على أنها توصل موريتانيا. هذه العاصفة هي عبارة عن حد يقول عنها عاصفة استوائية، اللي سرعة العاصفة الاستوائية 120 كم في الساعة، وحركة العاصفة الاستوائية حركة حلزونية، وأمطار العاصفة الاستوائية أمطار قوية. نحن راجعين عند الله تبارك وتعالى أنها قاع ما تأخذ علينا بلي نعرف أن نحن ما عندنا هالشيء، اللي الناس مباني هش والخلق ساكن في الخيام والمبارات والشيء غير بعد أحكام اللي زي تحكيم ما نختار نعود نخلع أحد. نختار نقول لكم منظاركم مادة الجهاز لها هي 50-50 تقدر شيء لموريتانيا، وقد يعطي مولانا مولي تقدر تمولي تقبل مسار آخر تقدر تنحرف عن موريتانيا. غير بعد ذاك اللي بين اليدين واللي ذاك تقريبا أسبوع نماذج من السنة على أنها تدخل موريتانيا من الحوض الشرقي، وعلى أنها توصل تقريبا موريتانيا كاملة. تو على كل حال نختار للشباب يبارتاجوا الفيديو للناس كاملة. ذيك اللي يتعلق بعد ذيك النصائح المباراة، حد عنده لا يحاول يجمع زقيب من التراب ويعود إلى يديرهم على الدفاع، ويعود المباراة ما تدخل ولا رياح من البريد. على الأقل كان يقدر يساعده إنه يقدر يريزيستي. على كل حال صعيب 120 كيلومتر بارير صعيبة. بالنسبة لمجال المياه الناس الساكنة فيها يلا تبعد عنها، يسوى مواطنية ما قاعد يسوى قاعد لا قال بعد تبعد عنها، وهي ترعوا فيها عاصفة قوية. شوفوا الطريقة اللي تنقل بها الضغط الجوي، يعني الطريقة اللي حقتنا لا يعطونا المسلمين العافية. راجينها ما تجينا قاعدتو راجينها، وإذا بعد جاتنا يجبرنا لمستعدين لها. وتو هذا ما قايل وياك تخلعوا يقال قايل لكم انتو تقبلوا دي بريكوسيون اللي يلا وتو هي تقد تجي تقد ما تجي 50-50 تقد لا يعطي مولانا مولي يخلق لها اللي يخلق الفايت. انا ما قد شفتوا يعني موريتانيا بعد ما قد شفت تدخلها شيء نبتو نعرضوا دائما نشوفوا في قال ما قد شفتوا بعد شفتوا النماذج من يعني ولا يدخل موريتانيا. الله يعطينا ويعطيكم العافية ان شاء الله.